هل عندك دليل؟ هل عندك دليل ان عمر كسر ضلع فاطمة من الجعفر الصادق عندما اسس مذهبي؟ مذهب جعفر الصادق الاثنى عشري مذهب فقهي، انا تزوجت عليه وانا ادين له وانا سائر على مذهب جعفر الصادق، وليس مذهبكم الحالي مذهب الكفر والتكفير. هنا عندنا في بريطانيا قضية كلش مهمة، يعني ارتبكت الأوساط هنا يا أستاذ محمد، عصابة أو شغلة تخص الحكومة، وهنالك عدة شواهد تدين هذه العملية، لكن القضاء لا يستطيع أن يمسك بها إلى أن تقدم شاهد، وهذا الشاهد خطر جدا لأن ممكن يقتلوه، فقدم إلى شهادة إلى الاسكتلند يارد، والاسكتلند يارد قدم هذه الشهادة إلى المحكمة. ماذا قال المجرم المتهم؟ قال أريد أن أرى الشاهد. قال لا ليس لك حق لأن الشاهد في خطر. قال لا يجوز. خارج. لا هو المتهم قال لا، الذي يتهمني يجب أن أراه بعيني لأن أنا راح أروح على حبل المشنقة. الاسكتلند يارد رفض، قال الشاهد عليه خطر. فهسه في محكمة الاستئناف، وهذه من أخطر القضايا في بريطانيا. أنت تتهم شخص، المتهم يقول أريد أشوف الذي أود أن أراه بعيني. هذه شغلة مهمة جدا. يعني أنا أسأل آية الله، إذا أنت تقول أنت شيعي وأنا ليس شيعي، دليلك يا آية الله القزويني حفظك الله ورعاه هو أنك تؤمن بالإمامة، وأنا لنفترض أؤمن بالإمامة. إذن هسه صرت أنا ثلث شيعي وأنت ثلث شيعي. الثلث الآخر أنك تؤمن بأن فدك غصبت من فاطمة، ودعنا أقول لك ممكن أن أتفق وياك حفاظا على وحدة المسلمين وحفاظا على اتباعي لك كآية الله. إذن ثلثين عندي وثلثين عندك، بقى الثلث الآخر اللي هو موضوع النقاش حاليا. هل أستغفر الله هذا المجرم عمر بن الخطاب وعثمان وأبو بكر ضربوا فاطمة الزهراء؟ هنا الاختلاف بيني وبينك، لو أنت شيعي صحيح لو أنا شيعي صحيح. أنا لا يمكن أن أقتنع بهذه العملية، إنه هؤلاء ضربوا فاطمة وكسروا ضلعها وحرقوا بابها وهي أساسا ما عندها باب، ليس لها باب، والمسمار دخل في ضلعها وهي ليس لها مسمار. كيف تريدني أن أصدق هنا؟ إذا أنت شيعي وتؤمن بهذه أنا بريء من شيعيتك. أنا شيعي ولكن لا أؤمن أن أسب عمر وأتهمه بالجرم هو وأبو بكر، لأن هم يمثلون قمة الإسلام، رموز الإسلام، علي وعثمان وعمر وأبو بكر وآل البيت، كلنا شيعة وكلنا سنة في نفس الوقت. لكن أرقى شيء تقوله، اذكر لي آية بالقرآن تقول إنكم أنا خلقتكم سنة وشيعة. ماكو آية بالقرآن يا أخي. يا أخي ارجع، نحن مسلمون، ارجعوا إلى العهد الأول، قولوا نحن مسلمون. أنا أسألك بالله، لو أنت هسه عضو في التحكيم، هل تدين عمر أو أبو بكر؟ لماذا تطول بالموضوع يا أخي؟ قل لنا هسه هنا قرار محكمة، أنت قاعد جالس أحد أعضاء لجنة التحكيم، قل لي هل عمر وعلي وأبو بكر مدانان أم لا؟